إذا أنت لا تجيد الابتسام فلا تفتح دكانا. هذا مثل صيني شهير، معناته إذا أنت لا تستطيع أن تبتسم لا تفتح بقالة، إذا أنت ما تجيد البسمة لا تفتح محل، إذا أنت ما تستطيع تبتسم تكون ذواق لن تكون تاجرا ناجحا، إذا أنت لا تجيد البسمة والتعامل الجيد مع الآخرين ومع الزبائن فلن تستطيع أن تكون مستثمرا وناجحا ويعني وتستطيع أن تغير في حياتك إلى الأفضل من ناحية مالية ومن ناحية تجارية ومن ناحية استثمارية. البسمة هي الأساس. التعامل الحقيقي مع الآخرين والتعامل الجيد والرائع يبدأ بالابتسام. تستطيع أن تبتسم مع هذا، تستطيع أن تبتسم مع هذا، تكسب هذا وتكسب هذا. أما إذا أنت كتاجر دائما مكشر ودائما عبوس فهذا بداية الفشل. لذلك الصدقة قد تكون بسمة، والبسمة هي صدقة. هكذا يعني هذا ديننا وهذه قيمنا وهذه أخلاقنا. إذا كان الصينيون هكذا يقولون فالأولى إحنا المسلمين إحنا العرب إنه نكون كذا، يعني على قدر كبير من الأخلاق من البسمة ومن الذوق، حتى أنه نستطيع أن نفيد الآخرين ونفيد أنفسنا، لأنه في النهاية أنت الخاسر. هذه رسالة لجميع التجار ولجميع من أصحاب المحلات البقالات البسطات وغيرها. البسمة حاجة مش سهلة.